بسم الله ان الله وملائكته يصلون على النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. امين امين امين. بحبكم في الله. اتمنى من الله عز وجل ان تكونوا بافضل حال جميعكم. يا صباح الفل على عيونكم، صباح الجمال، يا صباح الكرات الصيني او البلدي او ايا كان. مش لا، هو ده مش بلدي، الكرات الافرنجي زي ما بيتقال عليه. ماشي تمام. زي ما انتم شايفين ده مضاد حيوي وطبيعي للطيور، مفيد جدا جدا جدا. لو لقيتيه لازم تجيبيه، حاجه لو لقيتيها لازم تجيبيها، هتخلي طيورك زي الفل. فيلاجيل طبيعي، مضاد حيوي طبيعي، مضهر معوي طبيعي، رافع مناعه طبيعي، لانه بسم الله ما شاء الله بيقتل كل الميكروبات والبكتيريا اللي في الجسم واللي في المعده، بيعمل تنقية معده كويس جدا جدا جدا. طبعا الطيور كلها بتاكله. بتحطيه يا اما على الميه ماشي، ويا اما بتحطيه وبتخلطيه على العلف عادي خالص. كل ما في الموضوع ان انت هتعمل الوصفه الصح، مش هتحتاجي بعد كده لاي ادويه. صدقيني صدقيني صدقيني. بالنسبه لخلطات العلف، خلاط العلف زي ما انت عايزه، بس حطي عيش على تشيش على كل اللي عندك، على اكل البيت، على كل حاجه، بس لازم يكون علف حتى لو كميه بسيطه. تمام. ما ينفعش انتقال من العلف بس. فهو كل ما في الموضوع ان انا هقطعه واخلطه على العلف، وممكن تحطيه على الميه، ممكن تحطي الروز دي على الميه تبقى مفيده جدا. وبرده لو عليها بقى قشره ليمون او ليمونه او نص ليمونه يبقى فوق الممتاز. زي ما انتم شايفين اهو يا حبايب قلبي، انا قطعته على خلطه العلف ماشي، وبقيت الرز دي هقطعها برده على الميه وهعصر عليها ليمون. يبقى كده مضاد حيوي متكامل كامل متكامل ومغذي ومفيد، وفي نفس الوقت بسم الله ما شاء الله هينضف ويجلي لك المعده، هيجليها كده. شفتوا ما تقولي هي محتاجه جلوه؟ طبعا ايه معايا هنا البواقي الخضره والكلام ده هقطعها عليها، واقطع ده على الميه وتشوفوه. زي ما انتم شايفين اهو بسم الله ما شاء الله الحاجه قدامكم حلوه. حتى الوز والبط والفراخ بياكلوا من نفس الاكل، نفس الخلطه اللي انا عملتها. ودي بقى تغيير مرعى للبط اللي انا جايباه، ويبقى مفيد وحلو قوي قوي. زي ما انتم شايفين اهو. بس هم طبعا الوز عشان بيحب يعوم بهدل الدنيا. طبعا هقوم انضف واعمل وكل حاجه، بس اهوت الحاجه كمان عن بعد ماشي تمام. وادي زي ما قلت لكم قطعت الروس الكرات اللي هو الافرنج ده عليه، وحطيت الليمون. يبقى كده مضاد حيوي طبيعي، وفي نفس الوقت بسم الله ما شاء الله يجلي معدتهم وينضفها. فيلاجيل طبيعي، مضاد حيوي طبيعي، رافع مناعه. تمام. اهي بسم الله ما شاء الله. على فكره الطيور البلدي متعه 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 متعه. البلدي يوكل فعلا. الاكيل لازم ياكل بلدي، خاصه البط السوداني بعد الضاني. البط السوداني هو معروف كده، لازم 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 مزاج بقى. الاكل السوداني، الاكل البط السوداني ده مزاج، زي ما اللحم الضاني مزاج بالظبط. بسم الله ما شاء الله الحاجه معاكم حلوه، الدنيا معاكم حلوه. انت بس اعملي زي ما بقولك كده، كتري من الوصفات والمضادات الحيويه الطبيعيه. عندك بصل وثوم حطي، خل على الاكل، خل وليمون على الميه حطي. عندك عسل وليمون، بس تحطي قشره الليمون على الميه حطي، بيبقى مفيد جدا جدا جدا. العسل طبعا حديد وبيغذي وبينمي ماشي، والليمون بيعمل مضاد حيوي طبيعي وبينظف المعده كويس جدا جدا جدا. الثوم حلو قوي، والبصل طبعا مضادات حيويه، وفي نفس الوقت بيغذوا وبينموا الجسم جدا جدا جدا، بيمدوه بالطاقه. الخميره حلوه جدا جدا جدا، لو خميره على عسل مفيده جدا جدا. بس هتقطعي الخميره على العلف وتحطي قيمه معلقتين 3 عسل على الميه، دي كويسه قوي 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 قوي. هتخلي معاكي الحاجه اليوم بيومين. مش لا تهدري ولا تجيبي علاج ولا تحتاجي. حتى العلف البياض اللي انتوا بتقولوا عليه ده، انا والله ما دخلته بيتي، ما اعرفوش اصلا، ما بحبوش وما بجيبوش. هي الوصفات الطبيعيه بسم الله ما شاء الله البيض بيبقى معاكم حلو. تمام. ادي اهوت انا جمعت البيض ماشي، 3 بيضات اهمت بسم الله ما شاء الله. دول هم بضوهم لحد دلوقتي. ان شاء الله بقى اللي يكمل يكمل، لو حتى ما كملوش يبقى كده بسم الله ما شاء الله رزقت وطيبه واتعشت زي ما بنقول كده. انا كده خلصت الفيديو معاكم، فيديو بسيط كده، بس ازاي ان انت تعملي مضاد حيوي طبيعي من البيت وانت قاعده في بيتك. ما تجيبيش كل حاجه لا بيطريه ولا بشريه، انت تعاملي كويس جدا. انا بحبكم جدا في الله. استنوا ان شاء الله فيديوهات جديده وجميله زيكم. بالنسبه للسؤال اللي اتسالت عليه، الوز هو هيطلع الريش امتى؟ الوز او هيبيض امتى قصدي. الوز هيطلع الريش، بيطلع الريش من
نص تقفيله كده، بعدها ب6 شهور بسم الله ما شاء الله تلاقيه باض وبقى زي الفل. ما تستعجليش على الحاجه، الحاجه قدام عينيكي، انت ميزان نفسك وانت رقيبه على نفسك. بحبكم جدا في الله، والسلام عليكم.